كلنا جربنا الإحساس ده. الواحد يذاكر ساعات وساعات وفي الآخر يحس إنه محلك سر. الحقيقة إن المشكلة في معظم الأوقات مش في قلة المجهود ولا في نقص الذكاء. المشكلة الحقيقية في النظام اللي بنشتغل جواه. وده بياخدنا لنقطة مهمة قوي، الإحباط اللي بنحس بيه لما بنقعد نذاكر ونذاكر وما نلاقيش نتيجة. ده مش معناه إن في حاجة غلط فينا، ده معناه إننا بنحاول نستخدم نظام مكسور من الأساس. وبدل ما نفضل نلوم نفسنا، خلينا نفهم إيه هو النظام الغلط ده وإزاي نصلحه. طيب، يبقى السؤال المنطقي هو ليه؟ ليه ساعات المذاكرة الطويلة دي مش بتترجم لتعلم حقيقي؟ عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين الأول نهدي أسطورة كبيرة جدا عن المذاكرة والإنتاجية. الأسطورة دي هي فكرة إن كل ما اشتغلنا أكتر كل ما كانت النتيجة أحسن. الأسلوب ده يمكن كان بينفع زمان، لكن في عالمنا الحديث المليان بالمشتتات الموضوع ده بقى نتائجه عكسية تماما. المذاكرة لساعات طويلة بدون تركيز حقيقي هي مجرد وهم بالإنتاجية، وفي الحقيقة هي مضيعة للوقت والطاقة. والسبب إن في جيش من قتلة التركيز الصامتين حوالينا في كل مكان. كل نوتيفيكيشن بتوصل على الموبايل، كل مرة بنقعد فيها قاعدة غلط وظهرنا محني، كل مرة بنفتح فيها السوشيال ميديا لثانية، كل دي حاجات بتسحب من طاقتنا العقلية بالبطيء، وفي آخر اليوم بنلاقي نفسنا مستنزفين تماماً من غير ما نحقق أي حاجة. وهنا بتيجي الغلطة الكبيرة للنموذج القديم، إنه بيتعامل مع المخ على إنه آلة. كل ما نديها بنزين أكتر، يعني ساعات شغل أكتر، المفروض تطلع إنتاج أكتر. بس الحقيقة إن المخ مش آلة أبداً. المخ أقرب ما يكون لحديقة، محتاجة بيئة مناسبة ورعاية عشان تقدر وتزدهر. ومن هنا بنوصل للبديل. الحل مش في إننا ندور على حيلة جديدة أو طريقة مختصرة للمذاكرة. الحل في تغيير جذري في طريقة التفكير نفسها. الحل هو إننا نبني نظام متكامل، نظام هنسميه النظام البيئي للمذاكرة أو الستدي إيكو سيستم. يعني إيه الكلام ده؟ تخيلوا معايا كده نظام بيشتغل معانا مش ضدنا. نظام كل حاجة فيه، بداية من الإضاءة اللي في الأوضة لحد طريقة الكلام اللي بنكلم بيها نفسنا، كل ده بيشتغل مع بعض في تناغم عشان يوصلنا لأعلى أداء ممكن. هو ده بالظبط جوهر الاستدي إيكو سيستم. وأحسن تشبيه للفكرة دي هو حوض النباتات الزجاجي المغلق. كل عنصر فيه، النبات، التربة، نسبة الرطوبة، الضوء، بيأثر ويتأثر بباقي العناصر. لو حاجة واحدة بس اختلت النظام كله بيقع. ونظام المذاكرة بتاعنا مش مختلف. طيب جميل، نبني النظام ده إزاي بقى؟ الموضوع ببساطة بيتقسم لعالمين أساسيين لازم نهتم بيهم. عالمنا الخارجي اللي هو البيئة المادية، وعالمنا الداخلي اللي هو عقليتنا وطريقة تفكيرنا. نبدأ بالعالم الخارجي، البيئة اللي حوالينا. تخيلوا الفرق بين المذاكرة على مكتب فوضوي في إضاءة وحشة والمذاكرة على مكتب منظم إضاءته طبيعية ومريحة. البيئة الأولى بتخلق مقاومة وتوتر، لكن البيئة التانية بتشجع على التركيز والتدفق. الدماغ زي ما قلنا كائن حي بيتأثر بكل حاجة حواليه. لكن بنفس الأهمية، بل يمكن أكتر كمان، بيجي العالم الداخلي. فكروا فيها كده، إيه فايدة أحسن مكتب وأحسن إضاءة في العالم لو الواحد داخل يذاكر وهو محبط أو مشتت، أو الصوت الناقد اللي جواه عمال يقوله أنت فاشل؟ العقلية اللي بنبدأ بيها المذاكرة هي نص المعركة لو مش أكتر. والمقارنة دي بتلخص بالظبط التحول اللي بنتكلم عنه. بدل ما نتعامل مع عقلنا كآلة بنحاول نجبرها تشتغل بالعافية، بنبدأ نتعامل معاها كحديقة بنوفر لها كل الظروف المناسبة عشان تنمو وتزدهر بشكل طبيعي وتلقائي. لكن استنوا، الموضوع مش بيقف عند المكتب والحالة النفسية وبس. النقطة الحاسمة هنا هي إن النظام ده جذوره أعمق بكتير. الجذور الحقيقية اللي بتغذي النظام البيئي ده بتمتد لعاداتنا اليومية الأساسية. بنتكلم هنا عن 3 أعمدة أساسية: النوم الكافي، الحركة والرياضة المنتظمة، والتغذية السليمة. دول هم الأساس اللي بيتبني عليه كل حاجة تانية. المذاكرة مش نشاط منفصل عن حياتنا، هي ببساطة نتيجة مباشرة لصحة جسمنا وعقلنا. تخيلوا إننا بنينا أسرع عربية سباق في العالم، بس نسينا نحط لها بنزين. هو ده بالظبط اللي بيحصل لما نهمل أي واحدة من القنوات دي. إهمال النوم أو الأكل الصحي كفيل إنه يهدم أفضل نظام مذاكرة مهما كان مصمم بعناية. طيب، كل الكلام ده رائع نظرياً، لكن إزاي ممكن نبدأ فعلاً في بناء النظام الخاص بينا؟ منين البداية؟ أحلى حاجة في النظام ده إنه مش محتاج ثورة شاملة في حياتنا بين يوم وليلة. بالعكس، السر كله في كلمة واحدة: تدريجي.
نبدأ بخطوة واحدة بس، تغيير صغير واحد، ممكن يكون مجرد ترتيب المكتب كل يوم قبل المذاكرة أو شرب كوباية مية، أي حاجة، المهم نبدأ. والجملة دي بتلخص الفكرة كلها. الأداء العالي والعبقرية مش حاجة بنتولد بيها أو موهبة بتنزل على ناس وناس لأ. لأ، هي نتيجة نظام بنبنيه بنفسنا، طوبة فوق طوبة، يوم ورا يوم. وده معناه إن القدرة دي موجودة جوه كل واحد فينا. وفي النهاية بناء النظام البيئي ده مش مجرد خطوات بنمشي عليها وخلاص، الهدف الحقيقي هو إننا نخلق الظروف المناسبة، نهيئ التربة الخصبة اللي بيطلع منها الإلهام والإبداع والتعلم العميق بشكل تلقائي من غير مجهود خرافي. وقبل ما نختم في سؤال مهم محتاجين كلنا نسأله لنفسنا. لو هنبدأ النهاردة دلوقتي، إيه هو العنصر الصغير، التغيير البسيط جدا اللي ممكن نعمله في نظامنا الحالي عشان نحسنه؟ ابن النظام والعبقرية الكامنة اللي جواك هتلاقي طريقها عشان تظهر. شكرا لمتابعتكم هذا الشرح.